السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. كما عودناكم لازم نبدأ بأي فيديو بالصلاة على النبي، لازم نصلي على النبي قبل أي شيء. مش عارف صوته بيبقى حلو وقت التصوير، بس اللي مش عارف كده. دلوقتي الحمد لله. الفيديو اللي فات كانت تعبانة ومحاليل ومش عارف ايه وحقن، والدنيا كانت بايظة خالص. بس الحمد لله دلوقتي اتحسنت كتير، والفيروس راح ومش برضه معاه على علاجات. بس النهارده الفيديو بقى يبقى عبارة عن نظافة وتحصين للمكان كله، وهعرفكم هنعمل ايه. برضك حتى اللي عنده كلب او بيربى حاجة او بيربي مثلا حمام، اي حاجة عامة بتربي فاش او بتربي براغيث او كلام من ده، تبقى برضك تفيده زي ما احنا استفدنا من غيرنا برضك يعني. في اللي فادنا وفي اللي قال لي هتعمل واحد اتنين تلاتة يا خليل. فاحنا دلوقتي اوريكم هنمشي خطوة بخطوة، لان انا اكتشفت انا مودي للدكتور اخر حاجة امبارح. ببص كده لقيت في ايه؟ قرضاي. بدأت انا بقرف، يعني بقرف من موت موت قوي يعني. وموسوس يعني، لازم كل ما انزل من على السطح لازم انزل اشطف واعمل، ما اعرفش اخرج الا وانا مقتنع انني تمام. ده حاجه اساسيه. فقمت مره للدكتوره، قامت الدكتوره عطي لها امبول على سلسله ظهرها كده، وقالت لي ما تحماش لمده 3 ايام او 4 ايام، وشيل منها القراض اللي فيها دوني. بس انا البس كلافز بقى. شيل منها القراض، وشيله عكس اتجاه عقرب الساعه، يعني عقرب الساعه اللي بروح كده انا اشيلها العكس، عشان لو شلتها العكس نفس عقرب الساعه هتطلع مكانها دم. انما لو شلنا عكس عقرب الساعه زي ما الدكتوره ما قالت لي مفيش دم هيطلع. فاحنا نعمل الكلام ده دلوقتي، وبعد كده جبت امبول حطه على 5 رطل ميه ونرش المكان كله. وبعدين كده كده هنرجعها مكانها النهارده باذن الله، عشان بقى الحمام كده كتير عليه بامانه، وانا اصلا مش حابب ان هو يبقى مع الحمام جوه. بس لانه هو في بيته وانا ما كانش بيعمل حمام في مكانه، ما كانش بيعمل حمام ولا كلام من ده. كنت افضل مثلا قافل على اول ما اطلع وافتح له، يقوم كده داخل القرى اللي هناك عامل حمام براحته ومنظف على حياته. انما لما اتحط هنا كنت اكترت الاوقات حبسه. فكان مبهوأ الدنيا جوه ومبهدلها، نكنسته ونضفته، وبعد كده بدات الفيديو اعرفكم الله يحصل، لان احنا في فيديوهات كتير انتوا بتشوفوني وانا بكنس، فمش ضروري احنا نجيبها المره عشان ما اطولش عليكم. فاحنا دلوقتي اللي هنعمله ابدا البس القفازات، وابدا ان انا اجيب الكلبه واشيل منها القراد وننضفها واحده واحده، وبعد كده نرش المكان ونبقى خطوه خطوه مع بعض. وبرضك انا كنت اعمل لكم مفاجاه الفيديو دوني، بس هعرفكم المفاجاه ايه اللي بايه الفيديو ده باذن الله. بس في نهايه الحلقه اهم حاجه تصلي على النبي وتعمل اشتراك لو انت جديد وتعمل لايك. اهم حاجه اللايك يا جدع. يا جدع احس ان احنا في الشمس، او يا اختي او يا اخويا احس ان احنا في الشمس وطلعنا عنا. فاللايك ده مش هنخس حاجه، انت ليك بتدعمني باللايك وبتشجعني ان اجيب افكار اكتر. لان الواحد الفيديو ده الحاجه اللي انا كنت جايبها الفيديو دواني خسرتني كتير. فالحمد لله على كل حال. فكله فدانا وفدايا وفداكم وفدا اي حاجه. فدلوقتي هنبدا نلبس القفازات ونروق دنيتنا، ويلا بينا. طبعا دي القفازات اهي، نبدا ان احنا نلبسها. هبقى اجيب لك قفازات صغيره، انا عارف ان انت عقلك شاتت. ماشي. المره الجايه اجيب لك جوز قفازات اصغر من كده، عشان دول الكبار، دول بتوع الرجاله الكبير، انما اجيب لك من بتوع الرجاله الصغيره، ما انت راجل برضك صح. ايوه. دي وحشه يعني، ماشي وحشه وحشه. وطبعا دي المحلول اهو، يا رب يكون واضح. انا بس عشان بصور، انا اللي بصور نفسه بالكاميرا الخلفيه، فانا مش شايف اي حاجه. احنا ايه؟ باذن الله تكون كل حاجه باينه، ده وانا للصراصير والقراد وللنمل والبراغيث والفاش، كل حاجه. وينفع للمؤاخذه للبقر وللكلاب وللجاموس ولكل الحاجات، هو مرسوم على كل حاجه. والصلاه على النبي مفيش عليه كلمه عربي الا بس مش عارف ايه كده. ما علينا. نبدا نجهز الجردل، نبدا ان احنا نحط في الجردل على قد الكميه ونسيبها. وبعد كده نمسك الكلب بقى ايه، نفليه. يلا بينا. الله حمو. طبعا يا جدعان اهو، احسبها حموده كده اهو، مش عارف بتفتح ازاي. هات لي السكينه كده يا محمد. خلاص يا محمد، هي واقعه نصها في البتاع اصلا. اوف. اوف. ترجع ورا عشان دي سمه يا حمود. ايوه شفت ازاي. ريحته وحشه قوي.
اوبا اوبا. لا انت ما ينفعش خالص هنا دلوقتي، تعالي لي كده ادخلها جوه وهيك شايفين بقت على السوله. بس عايز شويه غذاء وتروق عليها شويه، ادخلها جوه عند الحمام عم ارش وارش لها بيتها، وما بيتها ينشف ارجعها عشان ما ينفعش تلحس الارض خالص. ايه ديد؟ لا لا ما تخافي. اهي حطينا الصم اهو، حكمنا بصور نقعد بقى ساكتين شويه لحد ما اخلص تصوير. اهي الكاميرا شغاله اهي. لا ما ينفعش تستحمى، ما ينفعش تستحمى دلوقتي خالص، ما ينفعش تستحمى خالص. طبعا هنسيب شويه ميه عشان ارشبهم العشه جوه، بس انا مش هخرجها من جوه دلوقتي الا اما تنشف الارض عشان ما تقعدش تلحس في الارضيه وتقوم متدمره. فانا اللي اعمله دلوقتي بقى ان انا اجيب بقى الطشت الفحل الكبير احطه هنا وابدا احطها فيه وابدا ايه افليه عشان ما اسيبش فيها اي حاجه في الدنيا. وكده كده المحلول اللي اتحط لها ده هيوقع اي حاجه في جسمها، بس احنا بنسرع معاها شويه. بعد احنا لابسين القلافزات اهواني، قلافزات مستورده. يلا نبدا نظبط الزاويه بتاعتنا ونجيب الطشت، يلا بينا. يلا تعال. معلش يا كوكو انا عارف ان انت متبهدله معايا اليومين دول، بس غصب عنه والله. يا حمود عايز تقعد جنبي؟ تعال اقعد. بيقول لك عاوز اقعد جنبك. طب مين اللي فيها وقع بس؟ مين اللي فيها وقع يا جدعان؟ هي ما عادش بتديني الامان من بعد ما كنت بديها الحقن، ولسه لها حقن عامه يعني هتاخدها، بس مش كل يوم. بس 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 بالحمام. كل اللي في جسمها وقع. تعال تشوف الودان كده. فريدة، فريدة او محمد، شفتوا الفوطه اللي انا كنا عارفين نلعب الكلب بيها؟ روحي بالله سنة ميه وتعالي. هي فوق كمان فعلا. حاضر ثانية واحدة اجيبها لك. لا كله نضف، كل اللي فيه وقع تقريبا، اللي فيه كله وقع ما عادش فيه اي حاجة. لا الله يبارك لها الدكتورة دي يا جدعان، لازم نروح نعمل لها فيديو ونعرف اخواتنا مكانها يا في فرسكور عامة، بس نعمل فيديو بالتفاصيل عشان الدكتورة دي يعني جامدة 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 جامدة. ايه سن فيه؟ يلا بسرعة نضف لها ودنها بالمرة. ايوه في حاجة. كان في ودنها امبارح واحدة وقعت اهي. ايه دي اللي كده؟ كده ايوه هات. ما بنتش نمثل ده. شوفي خليل، انت عاملة زي كلب مين؟ مسكتها كده بتبقى عاملة زي كده. عاوزة تعض. لازم ننضف لها ودنها كده. الحمام خايف.
بس يا محمد تفاحة صم. هتموت التاب. لا البطة معدية. البطة معدية. ما كده. بس انت عايز انت تقعد بس خلاص. رجلها نضيفة طبعا يا جماعة، لا فوق رضايا ولا في أي حاجة. لا ما شاء الله الدكتورة دي جامدة أوي. اهدي 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 يا أو. عايز حماه بس كمان بقى ايه 4 أيام. لا. ودنا بدأت تقف كل حاجة. فين ودنا هتبقى واقفة كده خلاص، هي بدأت تقف بس لسه ما ندخلها جوه اما الأرض تنشف ونبدأ نرش البتاع التاني ده. بإذن الله بإذن الله وبعون ربنا لازم تبقى أقوى كلب وأفجر كلب في مصر، هيبقى للأسد بإذن الله. لأن اللي يشوف أبوها، لما شفت فيديو لأبوها الواد اللي كان جايبها لي دوني، الراجل اللي كان جايبها لي هدية، قام وريني فيديو لأبوها بطل. أنا ما بفهمش فيهم قد كده، بس تكسيح انا ما عمري ما ربيتش، بس عندي وجهة النظر، وبالذات طول عمري احب الجيران من صغري. كان في جارنا انا عنده كلب جيرمان كان برضك حكايه، فانا ما اعرفش الا الجيرمان. بس بدات دلوقتي بقى الدنيا بقى السوشيال ميديا دلوقتي ما خلتش حاجه. فابوه بقى الودن اسد واقف، التكاسيح الشعرايه اسد. فاحنا نشوف ده بقى باذن الله، اوريكم انا حاجات ممنوعه، بس هي بس تشد حيلها وتعدي معانا المرحله دي يعني. هو دلوقتي خلاص احنا رشينا السطح كله، بس الشمس راحت فمش عارف شكلها بقيتها هنا، واسيب الباقي هنا هو لما بكره. بس هو باذن الله يعني الدنيا تمام. وابويا الحمد لله فضل الدنيا هنا البيت يعني، فضل البط واللكلكه دي يعني، فبرضك ده هنحتاجها في اي حاجه. وبفكر بقى ربنا يعور عامه في اللي راح. تعالوا اوريكم اللي راح يلا. طبعا ده اللي هوريه لكم، بس هو نشف وريحته بقت وحشه. تمساح، تمساح النيل جبته، والمفروض اللي كان معمول عليه المفاجاه والمسابقه، بس محدش قال ايه هي. كله قالوا لك عصافير وبط وفراخ ومعز ومش عارف ايه، ومحدش قال تمساح. فهو التمساح اهو، لو باين قدامكم في الكاميرا مظبوط. طبعا التمساح ده جبته يا دوبك طلعته، بس انا ما اعرفش مش عندي الخبره ازاي ده. حطيته في جردل الميه وبر مائي، فكنت حاطط له طوبه يطلع عليها وحطيت له الاكل، وقمت حاطه في المكان هنا ده كده. الشمس جت من 7 الصبح او 6 الصبح لحديت الساعه 3 العصر، الشمس مسلطه في الحته دي يعني. فنشف اتسلق، فطلعت لقيته ميه. فربنا يعوض وحاجه ما عادش هتتكرر تاني. كفايه كده لحديت الان. فاحنا نشوف حاجه تانية، نبعد عن الزواحف. انا شايف ان انا ابعد عن الزواحف، لان عامه اصلا جسمي بيتعبني من الزواحف. انا بعد ما جبته كنتش عارف امسكه ولا كده، بس خير بقى الحمد لله ربنا عوض. بس بقى ما يعني اخويا اسلام اللي هو بيت الزواحف، اخ ليا راجل جرع راجل مظبوط، هو اللي كان باعتهولي. برضه قال لي انا عايز صقر، عايز تعابين لكلكه من دي. انا قلت له لا هلغيك في حاجه قريب، بس ممكن بقى تبقى نسناس، ممكن يبقى صقر، كلام من ده. وباذن الله اليوم الجايين دولت هندور في حكايه الحمام. هنزل لكم برضو حمام للبيع، حاجات فرزه وحاجات انواع، حاجات بفلوس اللي غاوي هو اللي يفهم الكلام دوني. بس انا بس راح اجيب الشريحه، وبعد كده نبدا نشتغل على الفيديوهات دوني باذن الله. فالله المستعان. ويلا نشوف هنعمل ايه مع قوع. طبعا يا اخواتي ما عادش في ايه وقت، والحته اللي مش هتنشف دلوقتي في حياتها، فهنطلع له بكره ننقله بقى من هنا
هنا، وانا رتبت له الدنيا وعملت له باب حلو عن التاني اللي كان شايل نفسه فيه، وعينت الجردل بقى اللي في السم الحاجات دي يعني جوه في البيت، بدل ما ابويا يقوم مفكر وما عليه يقوم حاطط للفراخ او الكلام ده، هطرد من البيت لو حاجه زي دي ماتت. فالمهم انا وحمامه وكلابه ودنيته وحاله ومحتاجه نترمى بره. فهنسيبها هنا، حطيت لها اكلها ودنيتها، والله المستعان معاها. هطلع لها بكره كده كده لسه اديلها الحقنه عشان لها علاج ولها كلام من دوني. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك ولايك، لايك واشتراك، فاهم؟ مش برا كلاني، وتصلي على النبي في كومنت وشوروا عليها في حاجه ربها، بس مش شرط تبقى الفيديو الجاي، بس ان انا مثلا ايه اشوف افكار، وممكن افكاركم كلها واحده واحده، بس التفاعلات اللي هتخليني اجيب كل الكلام ده. يعني انت لو عملت لايك هتخليني اجيب حاجات بكره، يعني ده يعمل لايك، ده يعمل لايك، ده يعمل لايك، فيديو جاب 1000 لايك، ما كل دوني هيدعمنا اكتر وهيشجعنا اكتر ان انا ابدا اشتغل على نفسي حلو، وهبدا اجيب لكم حاجات. انا لو الدنيا ظبطت معايا ولقيت الريتش ظبط واللايكات انتم متفاعلين معاه والاشتراكات والدنيا دي كلها، والله ممكن بس اجيب لكم شبل اللي هو اسد صغير نفسي فيه قوي، بس الشبل ده بفلوس جامده. فاهم شيء انك تصلي على النبي في كومنت، ده بقى اللي باقي لنا كلنا وده اللي احنا كسبانين بيه. خلاص بقى اللي ما عادش له لازمه، وانك تعمل اشتراك وتعمل لايك وتصلي على النبي، ويا ريت تدعم اخوك بكلمه حلوه. ويلا سلام.